اللي عايشين، ربنا يا رب يبارك في اعمارهم، الاستاذ سرحان، الاستاذ اشرف المصري وغيرهم يعني. عايز اقول لكم ان النشاط يكون حاجه كويسه جدا، ان بناء شخصيه محترمه وبيفرق كتير جدا. ودايما انا بقول انا ابن مركز الشباب، والحمد لله من يعني بدات هنا صغير لحد ما كمان كنت بقود فرق، وكان منها البرلمان ومنها المسرح، ولحد ما كمان بقيت عضو مجلس اداره في النادي فتره من الفترات. بشكر طبعا عضو مجلس الاداره، مجلس الاداره القائم على هذه المسابقه. بشكر مكتبه الازهر الاستاذ محمد والاستاذ محمود طبعا بسيوني على دعمهم الكبير جدا ليكم. بشكر الاستاذ دعاء على تقديمها الرائع جدا وفوق الرائع يعني. الناس اللي متفاهم اللي انت بتقوموا بيه. والاستاذ علاء فتاح موسى طبعا ابن المركز برضه، ودايما والده ربنا يديله الصحه يا رب كان بيدعمنا من واحنا اطفال. فبرضه بنشكرهم. وعايز اقول لكم يا شباب ان شاء الله باذن الله طول ما انتم يعني بتمارسوا الانشطه، طول ما هيبقى عندكم فكر عالي جدا، وانا بشجعكم. وباذن الله الفريق اللي هيوصل للنهائي بعيد عن طبعا الرعاة الرسميين ربنا يبارك فيهم ونحييهم طبعا. وده مش غريب عليهم، والدهم اللي هو خالي رحمه الله عليه الاستاذ بسيوني صالح منصور كان برضه احد اعضاء مجلس الاداره، وكان احد المدربين. طلعوا اجيال كبيره جدا منهم اطباء معروفين في البلد النهارده. فدي مش غريب عليهم ان هم يقوموا بحاجه محترمه زي كده. وانا سعيد جدا جدا بالتجربه دي بصراحه. وان شاء الله باذن الله اسمحوا لي ان يعني لو هم يسمحوا لي يعني الفريق الفايز في النهائي هيبقى له تكريم خاص مني برضه ان شاء الله باذن الله، وتكريم خاص برضه لصفحه قريه شمه الاستاذ علاء والاستاذ ابراهيم والاستاذ دعاء. شكرا لحضرتك. اما بيكم كلكم باذن الله نعمل لكم كده رحله عندنا في جامعه السادات ان شاء الله الرحمن باذن الله بعد رمضان كده نرتبها، وخاصه كل الفرق بقى سواء اللي فاز واللي ما فاز. وان شاء الله باذن الله والناس اللي بيكونوا متواجدين معانا لهم يبقى لهم تكريم خاص معانا برضه اخر ان شاء الله الرحمن باذن الله. وعايز اقول لكم ان في برنامج انا عامل ان شاء الله الرحمن هينزل برضه ان شاء الله تعالى بقى يدعم وينزله لكم على قريه شمه اسمه مسارك، يوجهنا للتعاون مع التكنولوجيا بقيم اخلاقيه. بدات اول حلقه امبارح، وان شاء الله مستني كده انكم تشوفوا وتعلقوا وتقولوا رايكم ايه، واسيب لكم اسئله كده فوق في الوصف تنزلوا تجاوبوا عليها. شكرا. وشكرا طبعا للاستاذ اسلام نصر رئيس مجلس الاداره، والاستاذ محمود عمار مدير النادي، وكل اسره النادي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.